بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى في الكيك الجميل ده؟ بصوا بقى شكله بيتكلم لوحده. بصوا بقى جمال الكيك، بصوا بقى شكله بجد تحفة. النهاردة يا حبايبي بقى هنعمل مع بعض كيكة البلح بطريقة بسيطة جدا. طبعا البلح كتير في السوق، هنستغل البلح ونعمل بقى احلى كيكة بلح. بصوا بقى شكلها عن قريب، بصوا جمال الكيك، شكلها تفتح النفس ما شاء الله. بصوا جمالها. يلا بقى بينا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل الكيك الجميل ده ازاي مع بعض. بينا بقى نطلع قطعة كده ونشوفها. بصوا بقى جميلة ازاي، بجد اللي مجربهاش فايته كتير. ويا سلام بقى لو سيبوها هتهدى شوية، بس لازم تطلعوها من الصينية وهي سخنة عشان تتقلب معاكم وما تلزقش في الصينية. بصوا بقى جمالها، بجد رهيبة رهيبة رهيبة. يلا بينا بقى ندوق قطعة كده بقى ونشوف جمالها. بصوا بقى بجد رهيبة رهيبة، عظمة يا جماعة، جربوها والله العظيم جميلة جدا جدا. هنا الصينية دهننا سمنة، وهنبتدي بقى نرص البلح فيها، وهنبتدي بقى نرص البلح كده بشكل دائري عادي جدا. وكده خلاص بصوا رصينا البلح كده. هنكمل بس بقية الصينية كده تمام بقى زي الفل معانا. وكده خلاص بقى جاهز معانا. ونصيحة بقى يا حبايبي، ما تعملوش الكراميل الا في الاخر خالص بعد ما تخلصوا الكيك. دي بقى نعمل الكيك بتاعنا. معانا هنا بيضتين بس، حابين تستخدموا 3 براحتكم. انا معايا هنا البيض حجمه كبير فهستخدم 2 بس. وهنزل على طول بالفانيليا. ومعايا كوبايه الا ربع سكر. وهنبتدي بقى نقلب الكلام ده كله مع بعضه لغايه ما لونه يفتح. اهم حاجه لون البيض يفتح معايا خالص مع السكر، والسكر يدوب تمام. حابين تستخدموا الخلاط مفيش اي مشكله، بس انا بفضل الكيك اليدوي بيبقى جميل جدا يا حبايبي. هنفضل نقلب كده لغايه ما السكر يدوب تمام. وكده خلاص بصوا السكر داب معانا تماما وافتح معانا كده خلاص. هننزل بقى كوبايه الا ربع سمنه على زيت. حابين تستخدموها سمنه بس ماشي، حابين تستخدموها زيت بس مفيش اي مشكله. وهنقلب كده. ومعانا هنا كوبايه لبن هننزل بيها كده. بس الخليط بقى جاهز معانا. خلاص كده بقى جاهز معانا. هنا كوبايتين ونص دقيق هننزل بيهم تدريجيا كده. وهننزل بالبيكنج باودر، وهننزل كده بكيس بيكنج باودر. وهنقلب بقى الخليط مع بعض كله. هنقلب الكيك كويس جدا عشان ميبقاش معايا وجميل. وهننزل بقى كمية الدقيق كده. كده خلاص معانا كوبايتين ونص دقيق. كده خلاص الكيك بتاعنا بقى جاهز معانا. بصوا عايزين القوام كده لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، بس كده خلاص تمام. كده خلاص قلبنا الكيك لغايه ما وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. بصوا ما شاء الله ناعمه، بصوا هشه ازاي. بس كده خلاص تمام بقت جاهزه معانا الكيك. نعمل الكراميل. معانا هنا نص كوبايه سكر هننزل بيها كده تمام. ننزل عليها بشويه ميه صغيرين خالص عشان يساعدنا في الكراميل
بسرعة يتكرمل معانا بسرعة. بس كده يعني اقل من ربع كوباية مية. وهنسيب السكر بس مش هنقلبه عشان ايه، مش عايزين ايه يكتل معانا. نقلبه كده ايه في الوك او الطاسة بس كده لغاية ما يسيح تماما. بس كده ايه هنسيبه بقى ايه براحته على نار هادية خالص لغاية ما ياخد معانا لون. احط اضافة كده على البلح، حابين تضيفوها حبايبي حطوها، مش حابين براحتكم. حاجة كده هتديكوا طعم خيال. معلقة القرفة دي بقى هتودي بقى الايه صينية الكيك بالبلح دي بقى في حتة تانية خالص. جربوها تعجبكم جدا يا حبايبي. هنوزعها بس كده في كل الصينية. بس كده تمام زي الفل. معلقة واحدة بس مش اكتر. كده الكراميل بصوا ابتدى بقى ياخد معانا لون. مش هنقلبه بمعلقة ولا اي حاجة. بصوا ما شاء الله. بس هنهدي النار ونسيبه كده لغاية ما ياخد معانا لون حلو. الكراميل بتاعنا بصوا دخل في اللون. خلي بالكوا بقى اول ما يوصل معاكم للون ده كده خلي بالكوا وهدوا النار خالص. خلاص بصوا لون الكراميل بقى ايه خد اللون الذهبي معايا. مش عايزاه يغمق اكتر من كده عشان كل ما تغمقوه يمرر. مش عايزينه يغمق اكتر من كده. اللون ده كده هنشيله من على النار خالص وننزل بقى بالماء السخنه. بس خلي بالكوا هيعمل الصوت ده كده يجيب الماء شويه شويه. هنرجع بقى ايه على النار تاني كده. خلي بالكوا بس الكراميل يا جماعه عشان الكراميل مفيهوش هزار. معانا بقى معلقه سمنه كده هننزل بيها. نبتدي بقى نقلب الكراميل بتاعنا. هيغلي معانا بس غلوه واحده وخلاص كده تمام وزي الفل. اهم حاجه بصوا السكر يدوب كويس جدا. انا كده هطفي النار خالص. بس كده بصوا خلاص كده الكراميل بقى جاهز معانا. بصوا لونه جميل ازاي. كده بقى هننزل بقى على الايه على البلح بتاعنا. الله بقى على الكراميل. هنوزعه كده كويس جدا بالصينيه. تمام كده بقى بسرعه بخليط الكيك كده يا حبايبي واحده واحده كده. هنحاول بس نوزعه حوالين الصينيه. تمام كده بس ما شاء الله بالراحه بس متنزلوش مره واحده. وهنوزع بقى بالسباتيولا كده على الجناب. نكون كده هنوزع بقى على الجناب كده بالراحه خالص. اهم حاجه بس نداري البلح خالص ما يبانش عشان ما ياخدش معانا لون من فوق. هنوزع كده كويس لغايه ما نغطي الكيك خالص. هنلف الصينيه كده تمام زي الفل. وهنكمل بقى الجناب كده. هناخد بس الخليط ونداري بقى ايه الحروف خالص خالص. مش عايزين البلح يبان خالص. ما شاء الله جميله جدا وسهله بقى والطعم حكايه يا حبايبي. خلاص كده هنغطي الحتة اللي باينة. خلاص كده بقت جاهزة معانا. مش عايزين نقلب فيها قوي. بس كده وهندخلها بقى على الفرن. ندخلها بقى على الفرن على درجة حرارة 180. وهنحط يستحسن بس عشان الكراميل ما يتحرقش معانا هنحط صينية تحت يكون فيها مية سخنة. وكده يا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم بقى كيك البلح الجميل ده هستنى بقى رأيكم في التعليقات. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.